هنقول ان في العيد هيبقى عندنا محطات مهمة جدا. طبعا كلنا عارفين ان العيد فرحة، ولكن اكيد برضو هيبقى فيه بالنسبة لجمهور النادي الاهلي منتظر الفرحة الكبيرة من النادي الاهلي والمواجهة المهمة جدا قدام فريق الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. مباراة هتبقى مهمة جدا، نتمنى فيها طبعا التوفيق للنادي الاهلي ان هو يعدي، وفي نفس الوقت برضه هيبقى عندنا محطة مهمة في الكونفدرالية، وهو لقاء بيراميدز مع بطل جنوب افريقيا مارومو جالانتس، واللي بنتمنى برضه كل التوفيق فيها لفريق بيراميدز ان شاء الله ان هو يكمل، خصوصا يعني طبعا الاهلي دلوقتي بقى بيكمل لوحده بعد خروج الزمالك، بيراميدز بقى بيكمل لوحده بعد خروج فيوتشر، وكنا نتمنى بصراحة ان الاربع فرق كانوا يوصلوا للمراحل النهائية، ولكن قدر الله ما شاء فعل. زي ما بقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين، دي هتبقى آخر حلقة من الريمونتادا قبل اجازة عيد الفطر. هتوقف الريمونتادا لمدة أسبوع الأجازات، كله يستمتع بأجازته، وإن شاء الله الرجوع هيبقى من أول يوم السبت 29 إبريل بإذن الله. هتبقى أول حلقات بعد أجازة عيد الفطر، وهتكون يعني بالتزامن زي ما بقول يوم السبت 29، وعودة الريمونتادا هتبقى بالتزامن مع مباراة العودة إن شاء الله اللي هتتلعب ما بين الأهلي والرجاء، اللي هتتلعب في المغرب إن شاء الله. خلونا نبدأ مع حضراتكم بمباريات دوري ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، ونشوف المواعيد ونشوف المباريات اللي هتتلعب ومواعيدها هتكون عاملة إزاي. البداية هتكون من يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة هيبقى بكرة إن شاء الله، هيبقى أول مباراة شبيبة القبائل في مواجهة الترجي التونسي، المباراة اللي هتتلعب في الجزائر الساعة 9 مساء. يوم السبت هيبقى فيه 3 مباريات. سيمبا التنزاني في ملعبه في تنزانيا بيواجه الوداد المغربي، المباراة هتبقى الساعة 3 العصر. وشباب بلوزداد الجزائري برضو هيلعب مع سان داونز الجنوب افريقي، المباراه هتبقى برضو في الجزائر، هتبقى الساعه 9 مساء. والاهلي والرجاء المغربي المباراه اللي هتتلعب على استاد القاهره، وهتبقى الساعه 9 مساء. طبعا ده بالنسبه للمباريات بتاعه دوري ابطال افريقيا. برضو بالنسبه لبطوله الكونفدراليه ومباريات ربع النهائي اللي قلنا فيها ان بيراميدز هيشارك، وان شاء الله يقدر يمثلنا ويشرفنا في البطوله ديت، ويبقى في نصيب في تحصل بيراميدز السنه دي على البطوله. هيبقى البدايه طبعا الماتشات كلها هتبقى يوم الاحد. البدايه هتبقى 3 العصر، ريفرز يونايتد النيجيري في مواجهه يانج افريكانز التنزاني. الساعه 6 الاتحاد المنستيري التونسي هيواجه اسك ميموزا الايفواري. الساعه 6 بيراميدز في مواجهه جالانتس الجنوب افريقي مارومو جالانتس. واتحاد العاصمه الساعه 9 مساء بيواجه الجيش الملكي المغربي. كل التوفيق طبعا لبيراميدز في بطولة الكونفدرالية. وخلينا نقول برضو حاجة سريعة برضو قبل ما نتكلم على الأهلي. ناس كتير قوي مستسهلة ماتش بيراميدز في بطولة الكونفدرالية، وكل الناس بتتكلم على فريق مارومو جالانتس، ان فريق مارومو جالانتس يعني ملوش تاريخ، وان بيراميدز يعني بسهولة ممكن يعديه. وده برضو فكر يا جماعة بيبقى فكر خاطئ. مش معنى كده، ده فرقة لعبت، فرقه وصلت دور الثمانيه مارومو جالانتس. طبعا موقفها في دوري جنوب افريقيا موقف صعب، الفريق مهدد بالهبوط لحد من كام يوم، كان الاخير في الجدول، دلوقتي ممكن الثالث من تحت او الرابع من تحت، ولكن يتفوق بعدد المباريات اللي لعبها مباراه او 2 على الناس اللي تحته، فالناس اللي تحته ممكن تجيبه تاني، وممكن يرجع تاني في المركز تلاقيه الاخير او اللي قبل الاخير. ولكن لازم نبص على نتائج مارومو جالانتس في المجموعه، ولازم نشوف ان مارومو جالانتس في مجموعته كان معاه فرقتين من شمال افريقيا، كان معاه فريق الاخضر الليبي، وكان معاه اتحاد العاصمه. وفرق ليبيا وفرق الجزائر احنا عارفينها، خصوصا اتحاد العاصمه، فما يطلع اول ويحقق النتائج اللي حققها لازم يبقى فيه وقفه. فرقه لازم تبص على نتائجها، فرقه قدرت انها تفوز على اتحاد العاصمه في ملعبها في جنوب افريقيا، فرقه قدرت انها تكسب الاخضر الليبي في ملعبها في جنوب افريقيا، وفرقه بتسجل يعني كسبوا 2-0 على اتحاد العاصمه
كسبوا 4-1 على الاخضر الليبي. قدروا ان هو الفريق الرابع اللي من الكونغو الديمقراطيه سان لبوبو قدر ان هو يكسبه رايح جاي، وبالتالي فرقه قدرت انها توصل اول. فرقه بتقدر انها تسجل اهداف، طبعا عندها مشاكل بره لانها بره بيخش فيها اهداف. الاخضر الليبي زي ما كسبوا 4-1 رجع الاخضر في ليبيا كسب 4-1، زي ما كسب اتحاد العاصمه 2-0 قدر ان هو خسر 2-0 بره. ففرقه بيخش فيها جوان بره، ولكن في ملعبها بتقدر انها تسجل على فرق المفروض انها ليها تاريخ عنها. فده حاجه لازم نحطها في الحسبان، ولازم فريق بيراميدز يبقى مركز جدا في المواجهه. ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا تعلق الإعلام المصري على المباراة المرتقبة بين الرجاء والأهلي المصري برسم الدور ربع نهائي كأس دوري أبطال إفريقيا، والتي سيجرى في ملعب القاهرة يوم السبت 22 من شهر أبريل. وعلق الإعلام المصري ووصف مقابلة الرجاء والأهلي بمقابلة متكافئة الفرص. بخصوص الرجاء فهو ممثل ثاني للمغرب في عصبة الأبطال، وبالنسبة للأهلي المصري فستكون مباراة له قوية، إذ سيحاول أنه ينهي نتيجة الإياب لصالحه من أجل لعب مباراة الذهاب التي ستجرى في مدينة الدار البيضاء في